السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. وصفتنا لليوم مبينة، رح نعمل قالب كيك بيناسب لكل المناسبات، لأعياد الميلاد، للخطوبة، للأعراس، كل الأفراح، لكل المناسبات السعيدة. اليوم رح نحضر قالب كيك فخم وكتير مرتب، شكله من برا كتير حلو وطعمه من جوا كتير حلو. رح نعمله بلونين، فيه كتير خطوات بس إن شاء الله رح أحاول أختصر قد ما فيني. بالبداية عندي 6 كوب من الطحين، رح احط لهم 3 ظرف من البيكنج باودر. انا بعمل هيدي الخطوة بالاول وبحطهم على جنب مشان ما انساهم بعدين. فاذا 6 كوب من الطحين و3 ظرف من البيكنج باودر، رح احركهم مع بعضهم كتير منيح وحطهم على جنب. هلا عندي رح احط بيجاتين، عندي 7 حبات من البيض، رح افصل البياض عن الصفار. هيدي الخطوة كتير مهمة لنحصل على قالب كيك هيك اسفنجي مرفخ بشكل كتير حلو، قوامه رح يزبط معنا، رح ينجح معنا بالفرن. حتى يعني لو مخفتين هيك كل واحد لواحد رح يمشي الحال، بس هيك النتيجة طبعا بتكون أحسن. فوق الصفار رح أحط ملعقتين من الخل، ورح أحط هيك ذرة ملح بس مشان تعدل القوام. عندي 4 ظروفي من الفانيليا، دايما الفانيليا فوق البيض لنتخلص من الزفرة. حطيت ظرفين فوق البياض وظرفين فوق الصفار. وعندي برش حامضة أو برش 4 حبات من الليمون. برش الحامض جدا مهم لنتخلص من الزفرة، فإذا فانيليا خل وبرش الليمون لنتخلص من الزفرة الموجودة بالبيض. رح أحط ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، البيكربونات الصوديوم اللي هي الكربولة، بس مشان تعدل القوام. وهلا رح نبلش نخفق. فينا نخفق بإيدنا، بس طبعا بما أنه نحن فصلناهن المفروض يعني هيك يكون في ماشين آلة كهربائية، لأنه أحسن وأسرع وطبعا أريح لأنه والنتيجة بتطلع أحسن. فإذا عندي 3 كوب من السكر، نفس الكوب اللي استخدمته للطحين بستخدمه للسكر، بستخدمه للزيت وللعصير. 3 كوب من السكر، وفيك تحطي 3 كوب ونص حسب انتي قديه بتحبي الحلاوة تكون ظاهرة. فإذا حطيت تقريبا 3/4 كمية السكر فوق البياض. وهي الخطوة كتير مهمة لنحصل على قوام هيك كتير حلو للكيك ولينجح معنا. وهون عندي الصفار رح اخفقهم، ورح احط فوقهم باقي كمية السكر المتبقية. لازم بالاول نخفق البياض بعدين الصفار، لانه فينا نحط البياض فوق الصفار بس ما فينا نحط الصفار فوق البياض. هلا بالنهاية صح رح نخلطهم كلهم مع بعضهم، بس هيدي الخطوة مهمة ليتكاثف عنا حجم البيض. البياض هو اللي بيعطينا الكثافة والحجم. هلا بعد ما خلطتهم شوفوا كيف بضلي اخفق فيهم لحد ما احس انه السكر اللي معنا خلص داب. شلت ملعقة من الصفار بس مشان وسع، ورح احط فوقهم كوب من الزيت النباتي. وهلا رح ارجع اخفقهم كتير منيح لينخلطوا مع بعضهم مشان نحصل على قوام احسن. هون حسيت انه بعد بدي احط فانيليا لاتخلص اكتر من الزفرة، فرجعت حطيت ظرفين من الفانيليا وكملت خفق. وهلا رح ابلش اخلط الصفار مع البياض فوق بعضهم. بهيدي المرحلة ما في داعي استخدم الخفة الكهربائية، رح اكتفي باني اقلبهم بايدي هيك تقليب، لانه هني اصلا اوريدي مخفوقين. كل هيدي الكمية حصلنا عليها بس من البيض والسكر، وهيك بنجح معنا الكيك ان شاء الله من اول مرة. هلا عندي عصير، استخدمي اي عصير متوفر عندك، بس انا بنصحك تستخدمي عصير يكون فيه أسيد، مشروبات غازية بينجح معنا أكتر وأضمن، يعني من أول مرة إن شاء الله رح ينجح. حطيت 2 كوب ونص من العصير السفن أب فوق الطحين. هلا هيدي خطوة شوي جريئة وغريبة، وأنا كنت مستغربة أنا وعم بعملها، وكل الوقت عم أقول يا رب تنجح معي. الحمد لله طلعت النتيجة حلوة. حاولت إني هيك حط العصير فوق الطحين، وهلأ رح بلش ضيف خليط البيض والسكر اللي خفقناه بالأول. رح بلش أخلطهم مع بعضهم. هون حسيت إنه بالخفاقة اليدوية شوي الفكرة صعبة، لهيك جبت الخفاقة الكهربائية وكملت. الكمية كتيرة ما شاء الله، والقوام كان بعده صلب، يعني الطحين ما كان كله متشرب من الخليط. فإذا مثل ما شايفين هون المفروض إني أقلب تقليب بالملعقة، بس لأنه مثل ما حكينا الكمية كبيرة حبيت إني هيك بتأكد أكتر وأسهل بالنسبة لإلي. خفقتهم كتير منيح. هلا رح هيك آخر خطوة حركهم كتير منيح، أتأكد إنه خلص كل الطحين اتشرب من السوائل الموجودة معنا. فإذا هذا القوام اللي بدنا نحصل عليه قوام منه كتير سميك ولا كتير رقيق، فإذا بهذا القوام.
هلا رح احطهم على جنب. وعندي انا بالعادي بفضل اني اخبز الكيك بصواني ألمنيوم، بس ما كان عندي غير هيدول صواني تشيز كيك تنتين بنفس المقاس، لهيك اضطريت حصرا اخبزهم بصواني تشيز كيك. فاذا حطيت طبقة من الزيت النباتي، وهلا رح احط ورق الزبدة لانه ورق الزبدة بيمنع التصاق الكيك بالقالب. هيدي اسهل طريقة لثبت ورق الزبدة. هلا هون لانه القوالب تشيز كيك بيكونوا بالعادة رقاق، لهيك انا لما دخلتهم على الفرن حطيت تحتهم صينية سميكة بقلبها مي دافية مشان ما يحترق معي، لانه قوالب تشيز كيك كتير رقاق دغري بيحترقوا معي. وهلا كمان حطيت طبقة من الزيت النباتي على الحروف، ورح احط كمل ورق الزبدة. مثل ما قلنا ورق الزبدة طبقة عازلة بيمنع التصاق الكيك بالقالب. رح احط ورق الزبدة على القلبين وبعدين رح نشوف شو رح نعمل. فاذا بعد ما لزقتهم كلهم وخلص، رح نجيب الخليط اللي معنا ورح احط المفروض اني زينهم واعملهم بالنص، بس لانه ما عندي ميزان فاخترت اني زين بعيوني، فهيك قدرته نظريا. حطيت نص هون والنص التاني رح احط له معلقتين من الكاكاو. وطبعا الكاكاو لازم ننخله لانه بيكون في كتير تكتلات، فمنخله احسن مشان يعني قوام الكيك يطلع حلو ما يطلع محبحب معنا. فاذا رح احركهم كتير منيح. سوري. فاذا حركتهم كتير منيح، وهلا رح احطهم بتاني قالب. بالنسبة للفرن انا ما بحميه مسبقا، دغري لما بدي ادخلهم على الفرن بشعل الفرن وبدخلهم مثل ما حكينا، لانه القوالب رقاق حطيت تحتهم صينية بقلبها مي، وهيدي الخبطة كتير مهمة لنطلع من قلب الهواء. هلا رح نزينه بالكريمة. انا استخدمت كريمة خفق سائلة، فيك تستخدمي كريم شانتييه اللي بيجي باودر مندوبه مع حليب بارد، بس هيدا احسن واسرع وبحس انه اوفر لانه بدنا كمية، فهيدا اوفر. اول شي بنعمله لازم تكون حاطينها بالبراد فترة منيحة، تكون باردة جدا مش متلجة. ما تخليها التلج بتقرش بالفريزر، خليها بالبراد تكون باردة ومنخضها كتير منيح لنخلطها مع بعضها. وهلا رح نبلش نخفقها لحد ما نحصل على هيدا القوام لتصير كثيفة بهيدا الشكل. هلا بعد ما جهزتهم خلص كلهم جهزوا معي، انا خفقت العلبة كلها، تركت بس شوي لأعمل فيه جناش. فاذا رح اغلفهم كتير منيح وحطهم بالبراد، لانه كل ما كانت الكريمة باردة كل ما قوامها بيكون احسن. بهيدا الوقت خلص بعد ساعة تقريبا بالفرن درجة حرارة متوسطة جهزوا معي. ما بنفتح الفرن ابدا، ملاحظة كتير مهمة لما يكونوا بالفرن ابدا ما تفتح الفرن لحد ما تشوفي انه خلص نشفوا من فوق واستووا وارتفخوا، لانه بس تفتح الفرن بيهبط الكيك، بيكون مرفخ وبيرجع بيهبط فبيطلع قوامه ابدا مش منيح. لهيك ما بنفتح الفرن ابدا لحد ما نشوف انه خلص. بنفتحه لما بدنا نتاكد انه قلبه نشف، بندخل عود خشب بقلبه بس يطلع ناشف يعني خلص تمام. اذا ضل شوي هيك مرطب او هيك طري بنخليهم كمان شوي بالفرن. فاذا نشوفوا ما شاء الله بعد ما شلناهم وما لزقوا معنا ولا شيء لانه حطينا ورق زبدة. هلا هون بهيدي الخطوة لانه شكله شوي مش مستقيم، قررت اني اشيل هيدي الطبقة اللي من فوق مشان احصل على هيك طبقة مستقيمة. وهلا رح اقطع القالب الابيض لثلاث اقسام لانه طلع شوي اكتر، فقررت اقسمه لثلاث اقسام متساويين بهيدا الشكل. وحاولي انه ايدك تكون ثابتة وجالسة مشان ما يطلع محل عالي ومحل واطي، يكون كله بنفس بنفس شو بطلت اعرف احكي بنفس المستوى. فاذا ثلاثة قطعتهم بنفس المستوى بهيدا الشكل. وهلا رح نجيب تاني قالب كيك. بالنسبة لهيدا الكيك هيدي اول طبقة اللي عم شيلها ما كبيناها ولا اكلناها، عملت فيها هيك بولات رح ازين فيهم باخر الفيديو ان شاء الله. فرفتهم وحطيت معهم شوي من الكريمة اللي خفقتها، عجنتهم مع بعض وعملت منهم بول، طمسته بالجناش وبعدين بالفول السوداني لمحمص. فاذا والقالب الكيك الاسود قطعته بس لقطعتين لانه طلع اصغر. هلا بالصينية التقديم حطيت هيك شوي من الكريمة لثبت الكيك لانه رح يكون كتير طبقات مشان يثبت معنا وما يقلب. سوري. فاذا شربت الكيك بالعصير السفن اب، نفسه العصير اللي خفقت فيه الكيك عم شرب فيه الكيك. وهذا الشيء كتير ضروري، بيخلي يعني لما تكون قطعة الكيك متشربة
بالعصير ما رح تمتص الكريمة اللي رح نحطها بين الطبقات. أنا بدي شكل الكريمة يبقى لهيك بنشرب الكيك وبيعطيه ثبات أكتر، وهيك يعني ما بيتشرب الكريمة. فإذا عم حط طبقة باللون الأبيض وطبقة باللون الأسود، وبين كل طبقة وطبقة كمية من الكريمة، رح استمر بنفس الشي لحد ما تخلص معي كل الكمية. منخلي الطبقة اللي كانت الأسفل يعني من تحت منحطها من فوق، لأنه غالبا بتكون مستقيمة أكتر من الطبقات اللي فوق. وكمان شربتها، وضروري نشرب آخر طبقة كتير منيح مشان ما تتشرب الكريمة اللي على الوجه. وبعدين رح كمل. هون عم حاول احط كريمة على حروف. التصوير ما كان كتير واضح، أنا ما عندي إمكانيات بالكاميرا، يعني أنا كاميرتي ثابتة لأني بعدني استخدم الطريقة البدائية مثبتها بعصا، يعني بعدني ما اشتريت تبعية التصوير. فإذا لهيك معلي اعذروني التصوير ما كان كتير واضح. عملت طبقة عن الأحرف، وهلأ عم بعمل هيك حاول ثبت عملها بشكل مستقيم لطبقة الكريمة من فوق. هون بالنسبة لهيدا الجناش أنا ما صورته، هو شوي من الكريمة، تقريبا نص كوب من الكريمة السائلة اللي استخدمتها نفسها، مع تقريبا 4 قطع من الشوكولا وقطعة من الزبدة. هيك تركتهم على النار لحد ما دابوا معي، مع الاستمرار بالتحريك. وشوفوا دغري بتجمد لأنه فيها شوكولا. فهيك كانت، وعملت طبقة من الشوكولا. وهلأ بالفول السوداني المحمص عملت نص من تحت هيك حطيت فول سوداني، وحطيت على الوجه كمان اعذروني بالتصوير ما كتير واضح. هون عندي هيدول الكيك اللي فرفتهم حدثتكم عنهم من شوي، حطيتهم طمستهم بالجناش، ورجعت حطيت هيك غرقتهم بالفول السوداني. وهون عندي الكريمة، نفس الكريمة استخدمت هيدا القمع شكل وردة، وعم حاول حط بين كل بول وبول هيك وردة من الكريمة. أنا اليوم قررت إني أخلي قالب الكيك يكون شكله سيمبل وبسيط، ما في كتير تزيين ولا كتير تعقيدات، فطلع معي بهذا الشكل. أنا كتير حبيت الشكل وكنت رضيانة عنه. هيك سيمبل، فول سوداني من تحت، كريمة بيضة بالنص، نازل الجناش، وشكل من فوق مرتب وحلو. فإذا هيك طلع معنا قلب الكيك. شوي أخد مني وقت وشوي أخد مني خطوات، بس الحمد لله النتيجة رائعة. وهلا رح نقطعه ونشوف قلبه من جوا كيف. فإذا بسم الله بنقطع بحذر، واختاري سكين منشار دائما لتقطعي الكيك. هلا رح نشوف اللحظة المنتظرة، وهيك كانت النتيجة. ما شاء الله، كيك جدا رائع، فخم أنيق ومرتب خارج كل المناسبات. أخذ مني شوية وقت ومجهود، بس الحمد لله نتيجة أنا كتير راضيانة عنها، وبهمني رأيكم، إن شاء الله يكون عجبكم. فإذا مشاهدينا هيك كانت وصفتنا لليوم، اللي هي قالب كيك بيناسب جميع المناسبات. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات واستمتعتوا بالمشاهدة. إذا أول مرة بتشوفوني فضلا وليس أمرا اشتركوا بالقناة، وإذا حابين تعرفوا شو رح أقدم وصفات جديدة بالأيام القادمة إن شاء الله اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس تيوصلكم كل جديد. إلى لقاء مقبل إن شاء الله.